بعد غياب 539 يوم، عودة إمام عاشور إلى قائمة منتخب مصر. الشناوي يتعافى من الإصابة وجاهز للحاق بمعسكر المنتخب. الإشاعة التي أجراها أشرف بن شرقي أكدت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، والأهلي يتابع موقفه بالنسبة للالتحاق بمباريات البطولة وإمكانية عودته إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل. منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لبطولة أفريقيا. الأهلي يستقر على ظهير أيسر محلي ويحيى زكريا على رأس الأولويات. محمد عبد المنعم تعرض لإصابة بمزق في عضلة السمانة خلال الأيام الماضية، وهو ما يتسبب في تأخر عودته من جديد للمشاركة. بيان من الكاف بسبب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي يدين الاتحاد الأفريقي بشدة الخروقات الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال المباراة، وقد أحيلت هذا الحوادث رسميا إلى مجلس التأديب التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقق فيها. يستر روبا المدير الفني للأهلي أبدى غضبه من وجود صفحة موثقة على فيسبوك تحمل اسمه، وطلب من إدارة الأهلي مساعدته في التصدي لهذا التحايل والتزوير، ويستعد لتقديم بلاغات رسمية في هذا المصدر. برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم. النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب. قدم نادي الجيش الملكي المغربي اعتذار إلى الأهلي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة بينهما. قناة الزمالك لليوم الثاني على التوالي تتوسل لأي إعلامي قادر على استضافة كولر بأن يستضيفه للحديث عن الكرة المصرية وفترته مع الأهلي للرد على استضافة شوبير لفريرا. أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2008. وجهة نظري إن حمزة عبد الكريم أفضل من ثنائي الأهلي جريديشار ومحمد شريف. مصدر خاص لسيفن كورة. بلال عطية خضع لمعايشة في شتوتجارت الألماني في أغسطس الماضي، ونال استحسان مسؤول النادي الألماني ومسؤول النادي يخططون لضمه وإعارته إلى نادي هانفورد 96 لاكتساب الخبرات. صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت في كأس العرب، وتقام مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت غدا الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، وتنطلق المباراة في 4:30 بتوقيت مصر. فاروق جعفر. قائمة المنتخب مقنعة، وإمام عاشور عودته مهمة. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.